هذا قدرنا يعني، هو بده يستمر. صحيح إنه ثنائي وعاشوا عمر وأسسوا عائلة بتجنن، لكن بالنهاية ما هيك. فهو الرجل بده يكون قوي يقدر يستمر، وهو صديقي كمان يعني، وفي درب. ما نحن كلياتنا جيل واحد بلشنا. الله مع سنة يسكنها فسيح جناته، واللي قدمته ما بينتسى. وسليم لازم يكون قوي. أنا بقول له كمون واصل، كون قوي سليم، لازم تكون قوي. والله ذكريات كل لحظة إلى قيمة كانت يعني، خاصة مع مدام سناء يعني ذاكرة لا 80 سنة. تخيل أنت قاعد مع تاريخ حقيقي يعني، مو تاريخ شكلا يعني هيك أو كفر يعني، لا في عمق شديد جدا. لذلك كان كل دقيقة إلى وقع بالنسبة لي الحقيقة. الأيام الأخيرة مدام سناء كيف كانت؟ ما في شيء. أنا كنت عندها بالليل قاعدين عم ندردش، والصبح صار معها شيء تنفسي، راحت على المشفى 48 ساعة جسمها نهار وفقدناها يعني. ما بعرف يعني الحقيقة كان في تسارع كتير كبير بالتدهور الوضع يعني. المرحومة كانت قامة كبيرة، أولا قامة إنسانية كبيرة قبل ما تكون فنانة كبيرة، قامة بالأخلاق، قامة بالتربية، قامة بالتعليم، يعني ما في قامة بالتواضع يعني. قد ما حكيت عنها إنسانة شفافة جدا، وهي قريبة يعني مثل ما نكون شايفين هي قريبة كثير لقلوب كل الفنانين يعني. كل الفنانين بيحبوها، ما عندها أي فنان كان يكرهها ولا أي فنان يحكي عليها كلمة، لأنه هي فعلا بتمثل الوجه الجميل من الإنسانية والوجه الجميل من الفن. الله يرحمها. تعيشوا. يا ريت نحن واللي بعدنا من أجيال يحذوا حذو هدول الفنانين الأيقونات يلي هن مدارس، يلي هن ما بس بيعلموا الفن، ما بيتعلم أبدا، بس في سلوك، في شيء له علاقة بهي المهنة، كيف تكون إنسان، كيف تكون فنان، كيف تكون ملتزم، كيف تحترم هي المهنة وأصدقائك، كيف تعطيها من قلبك. هاي الإنسانة عطت مهنتها من جوات قلبها، عطت زملائها الشيء اللي صعب يعطيه أي حدا من حنية ومن احتواء. بتمنى نكون مثلها ونحذي حذوها لسيدة سناء دبسي. جيل المؤسسين وقت عم نفقدهم صعب يتعوضوا. اليوم عم نشوف الأثر الكبير يلي تركوه على مدى سنوات حياتهم الطويلة، الأثر الطيب بالأخلاق، التعامل، المحبة، الحنان. عم نلاحظ هذا الزرع على مدى هالعمر كيف عم يحصدوا اليوم نتائجه، سواء كمحبة عند الناس جميعا أو عند جمهورهم أو إن شاء الله عند رب العالمين. إن شاء الله نتعلم نقدر نترك شيء من هذا الأثر الجميل خلال حياتنا، لأن أكيد تركوا أثر جميل على الصعيد الإنساني والفني والمهني، وكانوا أصحاب مشروع حقيقي. فالله يرحمه يا رب ويصفي. أستاذ مصطفى، شو ممكن نوجه لهم كلمة إن كان الأستاذ سليم صبري وإن كان الأولاد الفقيدة؟ منقول لهم الله يصبرون. العزاء الشيء الحلو اللي تركته، وبهالمحبة الكبيرة عند الناس. الفراق صعب، الفراق قاسي، فما بالك بفراق شخص حنون ومحب ومعطاء. ما فينا نقول غير الله يصبرون ويقويهم، ويمكن محبة هالناس وقوفها جنبهم شوي بتقوي، والعزاء بما تركوه من أثر جميل. لروح الرحمة والسلام. يعني الكبير بيضل كبير، وأنا بعتقد إنه ذكرى رح يضل بقلوب كل الناس اللي سمعوها وشافوها وحضروها على المسرح، لكن الناس اللي تعاملوا معها، لكل الزملاء اللي تواصلوا معها، لأي حدا كان جنبها، لزوجها، للشارع اللي ربت فيه، للحارة اللي سكنت فيها، للعيلة اللي ربتها، لزوجها اللي كان
الله يعينه، الله يعينه على فينا هالفقر. نواسي اليوم إن كان الأستاذ سليم وإن كان أولاد الراحلة. ما فينا نواسيهم غير بذكراها العطر الطيب وبقيمة العطاء الكبير اللي هي قدمته، لأنه هي سنة الكون. بالنهاية الإنسان قد ما يعيش بالنهاية رح يموت، وما يعني ما بيملك إلا ثروة واحدة، هي الذكرى العطرة اللي بيتركها والعطاء الكبير اللي قدمه. والحمد لله عملت كل شيء باحترام، بأخلاق عالية، بنبل، ببساطة، بهدوء. يعني فالله يرحمها، الله يرحمها. إن شاء الله نقدر نكمل المسيرة اللي هي بدت فيها، وإن شاء الله نكون على مثالها. يعني أنا هاي السيدة بالنسبة لي سيدة محترمة وسيدة قدوة، لا يمكن إني أنساها كل عمري. فمشان هيك رح يكون ذكرى بقلوبنا لأبد الأبد. الله يرحمها ويصبر الأستاذ سليم، ويصبر بناتها وأختها مدام سناء، ويصبرنا جميعا. لأنه أنا كنت عم أقول إنه كل بيت سوري لما فقدناها لمدام سناء حس إنه هو فقدها ببيته، إنه أخته أمه الكبيرة كل واحد فينا فقدها. فكيف العائلة المقربة منا أو اللي كانت عائلتها كنقابة، فنحن فقداننا صعب ومصابنا جلال، بس ما رح نكون بفقدانه للأستاذ سليم. دائما من وقت الإعلان الخبر لهلا نحن أكثر كلمة عم نقولها الله يصبرك يا أستاذ سليم. الله يرحمها، كانت إنسانة معطاءة فنانة. في حدا بيقول إنه الحنية اللي عندها، الجبروت اللي عندها تماما، تتحمل الألم الكل كرمال ظل. يعني دائما كنت أقول مدام سناء بتعطي أكثر من بتاخذ. هي كان دائما إلا أنت معطاءة أكثر من بتاخذي، وهي مبسوطة.